مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا العدد الجديد للفقرة التحليلية لمباريات نادي حسنية أكادير. نصل إلى المحطة الثالثة من منافسة البطولة الاحترافية. الموعد كان بين نادي حسنية أكادير والمغرب التطواني بملعب أدرار، والمباراة التي انتهت بتفوق المغرب التطواني أو المغرب أتلتيكو تطوان على حساب نادي حسنية أكادير بثنائية نظيفة. على غير المتوقع وعلى المعتاد كذلك، عبد الهادي السكيتيوي دخل هذه المباراة برسم تكتيكي مغاير ب 4-4-2 ديامون أو بشكل مدقق 4-1-2-1-2 خلال الشوط الثاني، لأن في الشوط الثاني خلال الشوط الأول لأن في الشوط الثاني كان هناك تغيير للرسم التكتيكي. بالنسبة للتشكيلة الرسمية، دخل نادي حسنية أكادير بالمهدي الجرباوي في حراسة المرمى، جمال الشماخ كظهير أيسر وحمزة القلعي كظهير أيمن، يوسف السديري والمهدي الخلاطي في محور الدفاع، وكذلك في خط الوسط نشيد جلال طشطاش كلاعب ارتكاز، إضافة إلى سفيان المدن وفادي سليم بن شوق، إضافة إلى محسن متولي كصانع ألعاب، وفي خط المقدمة الإفريقيين الكونغولي كاتي كاتالوندي وكذلك أميان جويل إيفواري. هذه كانت تشكيلة نادي حسنية أكادير خلال هذه المباراة، وكما قلت على غير المعتاد. يعني الهادي السكيتيوي ربما في ظل هذه الانتدابات الجديدة غير من النهج من أجل إعطاء الفرصة للأكبر عدد ممكن من اللاعبين، خصوصا في خط وسط الميدان. ولكن عبد الهادي السكيتيوي أراد إشراك فادي سليم بن شوق وكذلك محسن متولي في آن واحد، لكن هذا الأمر خصوصا ما بين اللاعبين أحدث نوع من العشوائية في خط وسط الميدان، لأن اللاعبين بنفس الأدوار تماما، وهذا ما سبب تدخل الأدوار وعشوائية في خط وسط الميدان. لذلك لم نرى فادي سليم بن شوق بشكل كبير في هذه المباراة، إضافة إلى سفيان المدن الذي أبان أنه غير جاهز تماما لخوض المنافسات ويحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل استرجاع المستوى والمردود الذي عاهدناه على سفيان المدن في خط وسط الميدان. ربما من خلال الإحصائيات يتضح أن سفيان المدن كان غائبا تماما، إضافة إلى فادي سليم بن شوق. هذا ما خول للمغرب التطواني الفوز بمعركة خط وسط الميدان، ونعلم في كرة القدم أن من يفوز بمعركة خط وسط الميدان أكيد يفوز بالمباراة، والنتيجة تدل على أن المغرب التطواني أحسن التعامل مع خط وسط الميدان، وكانت النزالات الثنائية أغلبها للمغرب التطواني. صحيح أن جلال طشطاش ومحسن متولي، خصوصا جلال طشطاش الذي قدم مباراة في المستوى وكان قد وصل إلى 58 تمريرة صحيحة، وكذلك محسن متولي وصل إلى 46 تمريرة صحيحة. اللاعبان معا قدموا مباراة محترمة، لكن كما يقال اليد الواحدة لا تصفق. كان بالإمكان إعطاء توازن أكبر لخط وسط الميدان بإقحام حمزة أفصال ربما مكان سفيان المدن أو فادي سليم بن شوق. لا أعلم كيف هي الحالة الصحية لحمزة أفصال، هل هو كان جاهزا للمشاركة منذ البداية؟ وكان هناك حتى لاعب آخر صلاح الدين باهي يعني سيعطي التوازن لخط وسط نادي حسنية أكادير، لكن ربما الاختيارات لم يوفق الطاقم التقني لنادي حسنية أكادير في الاختيارات، وهذا ما أعطى الأفضلية للمغرب التطواني في خط وسط الميدان. الرسم التكتيكي 4-1-2-1 يحتاج إلى أظهرة يعني يساندون الخط الأمامي، وهذا ما غاب تماما عن حسنية أكادير خلال هذه المباراة، سواء جمال الشماخ أو حمزة القلعي، رغم أن الكرة تمركزت بشكل كبير خلال الشوط الأول في الرواق الأيمن، حيث يتواجد حمزة القلعي الذي بلغة الإحصائيات خلال الشوط الأول لمس الكرة 32 مرة. كذلك الشماخ بالمقابل، الشماخ لمس الكرة
فقط 15 لمسة خلال الشوط الأول، وهذا يوضح أن الكرة كانت متمركزة بشكل كبير في الرواق الأيمن عكس الرواق الأيسر، وليس هناك تنوع في الهجمات. وهذا يفسر يعني حتى يعني تواجد متولي الذي يميل بشكل كبير إلى الرواق الأيمن، وكذلك بن شوق، عكس سفيان المدن الذي يعني سفيان المدن خلال الشوط الأول بالأرقام يعني لمس الكرة 19 مرة فقط، عكس بن شوق الذي لمس الكرة 22 مرة إضافة إلى محسن متولي. يعني التركيز كان بالضبط على الرواق الأيمن، ورغم ذلك يعني لم يستطيع الحسني تقادير الوصول إلى مناطق الخصم من خلال الأروقة ومن خلال يعني الأجنحة، وهذا ما يعاب على حسني تقادير غياب الأجنحة. وهذا كذلك ما يفسر عودة عبد الهادي السكيتيوي إلى هذا الرسم التكتيكي، عوض 4-3-3 عندما اعتمد خلال المباراة الأولى والمباراة الثانية على الثنائي في الأجنحة زمران ومبيلي. أبانوا على أنهم ربما إحصائياتهم لا تليق بنادي حسني تقادير، لنكون واقعيين ولنكون صراحة. يعني الإحصائيات هزيلة وهزيلة جدا، وهذا ما يفسر عودة عبد الهادي السكيتيوي إلى هذه الخطة. وكذلك هناك من يتساءل حول وجود أو تواجد كاتي كاتيلوندي عوض القيدي عبد العزيز القيدي. ربما كملاحظة عبد الهادي السكيتيوي أراد أن يستفيد من طول قامة كاتي كاتيلوندي وجعله محطة هوائية من أجل التحضير يعني والاستفادة من الكرات الطولية التي توجه إلى كاتي كاتيلوندي من أجل التحضير الكرة لأميان جوي أو كذلك للاعبين القادمين من الخلف محسن متولي وفادي بن شوق وكذلك سفيان المدن. وهناك إحصائية كاتي كاتيلوندي نجح في كسب 16 نزالا خلال هذه المباراة من أصل 18 نزال، وهذا الرقم يوضح أن الحسني تقادير يعتمد كذلك على الكرات الطولية في اتجاه كاتي كاتيلوندي. وهنا سؤال ربما تناقض، كيف لنادي حسني تقادير يملك محسن متولي وفادي بن شوق في خط وسط الميدان وكذلك أسماء كجلال طشطاش؟ نعلم أن أسماء تجيد اللعب الكرة في يعني على الأرض، وكذلك تحبذ تيكي تاكا والمساحات، أن يعتمد على الكرات الطولية وعلى لاعب يجيد الكرات الرأسية والتعامل مع الكرات الطويلة، لكن غياب الأجنحة ووجود لاعبين يحبذون لعب الكرة على الأرض. كيف لنادي حسني تقادير أن يستفيد من هذا المعطى يعني وجود لاعب يمتاز بالكرات الرأسية في مستوى الخط الهجوم، وغياب كذلك العرضيات، يعني العرضيات كانت قليلة وشحيحة خلال هذه المباراة. وكذلك أميان جوي وكاتي كاتيلوندي أغلب الكرات التي تلقاها اللاعبان معا كانت خارج مربع عمليات المغرب التطواني، وهذا ما لم يشكل الخطورة على مرمى الفيلالي. يعني حسني تقادير في حاجة إلى أول مدرب عبد الهادي السكيتيوي في حاجة إلى رسم تكتيكي يناسب نادي حسني تقادير ويناسب المقومات واللاعبين المتواجدين حاليا. يعني هناك بعض الأمور ربما مستقبلا سيلجأ إليها عبد الهادي السكيتيوي، وهي العودة إلى الأجنحة. لكن أي أجنحة؟ هل سيتم العودة إلى مبيلي والزمراني؟ أكيد الأمر مستبعد إلى حد ما، لكن هناك بعض الأسماء التي قد تجيد اللعب في هذه المراكز، مركز يعني كجناح أيمن أو جناح أيسر، وهي ربما 3 أسماء، وهي سمير بن عمر الوافد الجديد الذي سبق له اللعب في هذا المركز، كان رفقة الدفاع الحسني الجديدي والأندية التي مارس من خلالها سواء في الدوري الألماني والدوري البلجيكي. وكذلك هناك إبراهيم دحمون اللاعب السابق للجيش الملكي الذي سبق له اللعب كجناح مع الجيش الملكي. وهناك بطبيعة الحال جمال الشماخ الذي سبق ولعب كجناح أيسر في العديد من المرات رفقة نادي حسنية تقادير. قد يلجأ عبد الهادي السكيتيوي إلى توظيف هذه الأسماء
ك يعني حلول ترقيعية في انتظار الميركاتو الشتوي القادم. وهناك كذلك حل آخر وهو العودة إلى 3 مدافعين كما فعل في الشوط الثاني، لكن باستعانة بشماخ وأستاتي كأجنحة يعني وكأظهرة خلفية إن صح التعبير الصحيح في خطة 3-5-2، وهو الظهير الخلفي باعتماد على شماخ أو أستاتي، وكذلك ثلاثي خط الدفاع الذي قد يصبح قويا وأكثر صلابة في عندما يكون ياسين الرامي جاهزا بتمام الجاهزية، إضافة إلى أسامباي والأسماء الأخرى. أكيد أن التنافس على المراكز يجب أن تكون في هناك تنافسية كبيرة بين اللاعبين، ويجب أن تعطى الأمور وأن تعطى يعني وفق الاستحقاق، وفق المردود الذي يقدمه كل لاعب داخل المستطيل الأخضر. بالنسبة للأسماء الجديدة، من بين الأسماء التي قدمت أداء محترم من الأسماء الجديدة هناك طارق قستي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني ولعب رفقة الثلاثي، يعني رفقة السديري وحمزة القلعي يعني ثلاثي خط الدفاع. طارق قستي لمس الكرة 30 لمسة يعني، وقام ب 20 تمريرة صحيحة إضافة إلى تمريرة واحدة خاطئة، وهذا يعني رقم محترم. وكذلك قام ب3 عرضيات و3 تمريرات طولية في اتجاه المهاجمين. يبدو أن طارق قستي ربح بعض النقاط على حساب حمزة القلعي الذي ربما يعني المدرب سيتجه إلى إشراك طارق أستاتي كظهير أيمن وجمال الشماخ بطبيعة الحال كظهير أيسر. بالإضافة إلى طارق أستاتي هناك لاعب ربما الجميع يعني شاهد كيف تألق خلال هذه المباراة. الأمر يتعلق بيوسف السدير الذي قدم مباراة محترمة، مباراة جيدة. يعني بالعودة إلى إحصائيات يوسف السدير الذي قام ب 44 تمريرة صحيحة، إضافة يعني بالمقابل 3 تمريرات خاطئة، وقطع 18 كرة واسترجع 6 كرات، ثم قام ب6 تمريرات طولية. مميز صراحة في التمريرات الطولية في اتجاه المهاجمين، وقام شتت 3 كرات، يعني أرقام يعني رغم أن حسن تقدير تلقى هدفين إلا أن يوسف السديري يعني أرسل مؤشرات يعني وقدم أوراق اعتمادية بالنسبة للمدرب وبالنسبة للطاقم التقني لنادي حسنية تقدير. الجميع يتساءل حول مصير وحول مستقبل نادي حسنية تقدير في الظروف الحالية، وهل سيعود، هناك أسئلة، هل سيعود حسنية تقدير وكيف سيكون موسم حسنية تقدير. أكيد في ظل الأسماء الموجودة لنادي حسنية تقدير المجموعة الحالية أحسن بكثير من مجموعة الموسم الماضي، نكون متفقين ونكون واضحين. المجموعة الحالية فيها أسماء مجربة وأسماء تملك من الكفاءة ما يكفي لأن يعني أن تبصم على مستوى جيد، لكن ينقص بعض الوقت، لأن المباراة المغربية التطوانية يمكن أن تكون يعني مرجع لإصدار الأحكام حول بعض اللاعبين. يعني المباراة الأولى ربما بعض اللاعبين التحقوا مؤخرا بنادي حسنية تقدير وبالمجموعة، وهذا ما لم يتح لهم الفرصة من أجل خوض مباريات وحصص تدريبية أكثر مع باقي اللاعبين. لكن كما قلت هناك أسماء لها من الكفاءة ما يكفي من أجل تقديم الإضافة لنادي حسنية تقدير. صحيح هناك فراغ مهول في بعض الأماكن كما ذكرت الأجنحة، لكن هناك خطط بديلة وهناك حتى أسماء يمكن أن تلعب الدور وحلول ترقيعية في انتظار الميركاتو الشتوي من أجل التوقيع مع بعض الأسماء. صحيح حسنية تقدير حاول خلال الميركاتو الصيفي التعاقد مع بعض الأسماء في الأجنحة. الأمر يتعلق بزيلا الذي انتقل إلى الرجاء كجناح، وكذلك حمزة الوصل الذي انتقل إلى اتحاد طنجة. حسنية تقدير لم يوفق في التعاقد مع جناح في المستوى خلال هذا الميركاتو، لكن كما قلت هناك بعض الأسماء التي قد تلعب
هذا الدور مستقبلا وخلال المباريات القادمة. على أي هذا ما لدينا خلال هذا العدد. نضرب لكم موعدا خلال المباراة المقبلة أمام الفتح الرياضي الرباطي هناك بالرباط. شكرا لكم.